الحمد لله. نبع الزينة، زينة الرجال ليس في حسن ثيابهم وهندامهم، أجمل زينة في الرجل بعد الإيمان بالله أن يكون باذلا معطيا متصدقا بماله وبجاهه يرحم كل نفس مر عليها. وزينة النساء الحياء، الحياء جمال من لا جمال لها. إن الله سبحانه عندما خلق الزينة قسمها بين عباده، فلو أن الرجل مهما بلغ من جمال صورته شحيح أبغضه حتى الذر والنمل الذي في بيته. دائما ما يغطي العيوب مثل السخاء. والمرأة لو كانت أجمل النساء ولكن قليلة حياء وتخالط من لا يجوز لها خلطتهم بلا حياء ولا ضابط شرعي سقطت ولم ينظر إليها أحد نظرة إجلال. فالله الله في الزينة.